انتصر فريق الوداد الوجدي للفوتسال على فريق إيريس وجدة بحصة 4 أهداف مقابل هدفين في قمة الجولة الثالثة من بطولة القسم الوطني الثاني للفوتسال شطر الشمال يومه 2 نوفمبر 2024. ديربي وجدة كما عودنا دائما يمر في أجواء تنافسية قوية وندية كبيرة بين الغريمين التقليديين، ولا سيما أن اللاعبين على دراية ببعضهم البعض مما زاد المقابلة تشويقا. بداية الشوط الأول لم يتأخر فيها الوداد في الدخول في صلب الموضوع. اللاعب نعورة هز شباك فريق إيريس ليفتتح التسجيل مبكرا في الدقيقة الثالثة. دقيقتين بعدها فقط عزز زميله إبراهيم ميشوري النتيجة بهدف ثان بعثر به أوراق إيريس. احنا كنا على درايه بصعوبه المقابله، كنا على درايه بان فريق ايريس وجده اللي انهزم 2 مقابلات فما غيجيش اليوم باش انه يزيد يخسر نقطه اخرى. احنا حاولنا اننا نوقفوا الند للند، حاولنا اننا نرفعوا الايقاع 3 اطوال المقابله ونعرفوا فوقاش نخفضوا البلوك ديالنا ونرجعوا الى الوراء. عرفنا كيفاش نجيريو الوقيته اللي لعبوا لنا بخطه الحارس الطائر، وحتى حنا دخلنا بخطه الحارس الطائر كي يحافظ على الكره في الحيازه ديالنا. دونك انا كنظن ان القراءه ديال المقابله كانت جيده الى حد اقصى. تفوقنا في العديد من النزالات الثنائيه، توفقنا في التحولات الهجوميه التحولات الدفاعيه. نتمنى لفريق ايريس عوده موفقه وان شاء الله يدار كل الموقف، ومازال ان شاء الله باقي 19 مواجهه، وحنا كلنا ثقه في قطبي مدينه وجده باش انهم يقدموا موسم جيد بحول الله. التأخر بهدفين جعل إيريس يضغط بقوة باحثا عن التقليص، وهو ما تأتى له بواسطة اللاعب مصطفى العرج الحامل للرقم 4 قبل أن يعود زميله أيمن عبد الله ليؤشر على هدف التعادل في الأنفاس الأخيرة من الشوط الأول لينتهي بلا غالب ولا مغلوب. شوط ثان أصبح أكثر تنافسية بعد تقدم الوداد بهدف ثالث من توقيع إبراهيم مشوري في الدقيقة 10، ثم هدف رابع بواسطة عبد الله بن ساسي لتنتهي المقابلة بتفوق الوداد ب4 أهداف مقابل هدفين. الحمد لله، نشكر الله على هذا الانتصار، هذا الثالث على التوالي، 2 على برا داخل الميدان. كنشكروا الإدارة التقنية، الستاف، اللعابة هما كانوا رجال. طبقنا الخدمة ديال السي علاء اللي قالها لنا في وسط السيمانه، طبقناها وجبنا 3 نقاط. دابا غادي نفكروا ان شاء الله في الكواكب، غنمشيو ماتش بار ماتش. وكنشكر الدراري كاملين الحمد لله على هذا الانتصار هذا وهذه المقاتله اللي كانت، وكنشكر حتى هذا الجمهور هذا اللي حضر اما شرف الديربي نتاع مدينه وجده. بالنسبه لنا المقابله الديربي ما كانش سهله، جزئيات صغيره هي اللي كانت غتفرق هذه المقابله هذه. الصراحه وجدنا ما فيه الكفايه، ما كناش باغيين اننا نخسروا 3 نقاط. كان واحد لابريسيون شويه على الدراري، كان خاصنا ضروري ان نربحوا المقابله. كما قلت جزئيات صغيره هما اللي فرقوها. كانت واحد الحده وواحد الخشونه في الملعب. وزيد عاد كان عندنا واحد الشيء اخر، هو اننا ابرز لاعب لينا ما راهش ما كاينش اللي هو سليم، وشي لعابه اللي نضفناهم من المقابله هما في حاله غير جيده، يعني كان عندهم لي زاديكتور. مع ذلك ما عرفناش كيفاش غادي نمشيو المقابله. الحمد لله ماشي مشكل. تزيد خساره في الثاني خسارات اللي فاتوا. غنحاولوا نشتغلوا ونخرجوا من هذه القوقعه هذه اللي راحنا فيها. نحاولوا نشجعوا الدراري ونجمعوا كما نقولوا الشمل، لان ما بغيناهاش تسالي بحال هكا، ولكن نتمناو ان شاء الله 3 نقاط المقابله الجايه في قنيطره تكون لينا ان شاء الله بحول الله. جدير بالذكر أن هذه المقابلة تعتبر ثالث انتصار على التوالي لفريق وداد وجدة للفوتسال، مما ستمكنه من الالتحاق بالمراتب الأولى من البطولة على أمل تحقيق الصعود لقسم الصفوة.